السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنحل اسئله بتغطي افكار عن الكومبلكس نمبرز. لو ما تعرفوش يعني ايه كومبلكس نمبرز، الاول ارجعوا للفيديو اللي قبل ده، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن. نبدا باول سؤال. if z equals a plus b I and z plus z bar equals 6 then a equals. طيب اول حاجه يعني ايه اصلا z bar ده ببساطه الكونجيجيت. طيب بجيبه ازاي؟ ان انا بس بغير الساين اللي في النص. يعني مثلا لو انا عندي مثلا 5 plus I، ده كده ال z، يبقى ال z bar equals 5 minus I. طيب لو انا مثلا عندي z 7 minus 3I، يبقى ال z bar 7 plus 3I. طيب معنى كده هنا ان ده ال z، يبقى ال z bar a، هنغير الساين اللي هنا يبقى minus bi. بعد كده هروح اعوض في الايكويشن دي. z اللي هو a plus bi plus z bar اللي هو a minus bi equals 6. طبعا هنا دول زي بعض بس عكس الساين، يبقى هيروحوا مع بعض، وهنا هيتفضل لي 2a equals 6، يبقى ال a equals 3. طيب السؤال التاني. if x plus yi equals I bracket 2 plus I find x minus y. طيب اول حاجة في هنا براكت وهنا مفيش براكت، يبقى انا هنا محتاجة اعمل حاجة عشان تبقى شبه دي. فعشان افك البراكت ده هعمل ال I دي times 2 مرة وبعدين times ال I اللي هنا دي. ولكن في حاجة مهمة قبل ما نعمل ال times ده، ان I squared equals minus 1، والماينس مهمة جدا عشان طبعا هتفرق. فيبقى كده x plus yi equals 2i minus 1، لأن ال I times ال I يبقى I squared equals 1. بعد كده عادي خالص هعمل، يعني هساوي الريل بالريل، وهساوي ال imaginary بال imaginary. يبقى ال y equals 2 وال x equals negative 1. يبقى كده x minus y equals ال x negative 1 و minus 2 equals negative 3. طيب السؤال الثالث 3 plus I over 1 minus I equal كام؟ طيب احنا هنا في السؤال ده هنستخدم الكونجوجيت اللي احنا استخدمناها في اول سؤال. ليه؟ لان هنا denominator 1 minus I، فانا مش هعرف اعمل فيه حاجة يعني، فهستخدم الكونجوجيت عشان اقدر اشتغل في السؤال. فهنا هيبقى 3 plus I over 1 minus I. احنا قلنا الكونجوجيت ده بنغير الساين بتاعت imaginary part او اللي في النص يعني. فانا هعمل times الكونجوجيت فوق وتحت، فيبقى كده 1 plus I 1 plus I. طبعا ليه كده؟ لان انا اي fraction لو عملت له times 1 هيبقى زي ما هو، انا مغيرتش حاجه، واي حاجه على نفسها equal 1، فكده انا تمام. طيب احنا عندنا رول بتقول a squared minus b squared equals a plus b times a minus b. دي هي دي، يبقى دي كده equal ايه؟ 1 squared يعني 1 minus I squared يعني negative 1، يبقى النيجاتيف دي هتبقى plus 1. تمام. وهنا بقى هنعمل times عادي. 3 times 1 3 times I يبقى plus 3i. I times 1 يعني plus I times I يعني negative 1. بعد كده دي over 2. طبعا احنا عارفين احنا بنعمل الريل مع الريل والإيماجيني مع الإيماجيني،
يبقى 3 minus 1 2 و 3i plus i يبقى plus 4i. بعد كده اعمل divided 2 يعني للاتنين، يبقى كده 1 plus 2i. طيب السؤال الرابع بيقول simplify I to the power 2026. طيب أول حاجة احنا عندنا rule لذيذة قوي بتقول إن ال I to the power 4 equals 1. تمام، فأنا لو الرقم ده كان divisible by 4 يبقى خلاص اتحلت، هيكون الإجابة 1. بس هو 2026 مش divisible by 4. طيب أعرف ازاي؟ هعمل 2026 over 4 فهيطلع لي 506.5. فطبعا كده معناها ان هي مش divisible by 4. طيب في الحالة دي هنعمل قاعدة لذيذة قوي، ان احنا هنجرب برضو بالكالكوليتر، ولو طلع لنا 0.25 يبقى الإجابة I. لو طلع لنا 0.5 يبقى الإجابة I squared. لو طلع لنا 0.75 يبقى الإجابة I to the power 3. تمام، هنا لو عملنا الرقم ده هيطلع لنا 506.5. 0.5 دي يعني معناها انه الإجابة انه I 2026 equals I squared زي ما هنا، يبقى الإجابة negative 1. طيب question 5 ده ليكوا انتوا عشان تجربوا تحلوه. 1 plus I squared find the real part. ولكن انا هقولكوا على حاجة تساعدكوا عشان تحلوه، ان احنا عندنا ال A plus B squared. ازاي بنفك البراكت ده؟ بنعمل A squared plus 2AB plus B squared. وطبعا عادي ده يبقى real او imaginary، مفيش مشكلة، يعني نقدر نطبقها على ده. يعني مثلا هنا 1 plus I squared هيبقى 1 squared plus 2 1i plus I squared. بس كده انتوا كملوا، ومستنية منكم الإجابة في الكومنتس.